السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا، بتتعمل في الشتاء بس محدش بيعملها في الصيف. والعدس اللي هو العدس يا جماعة، ده طبعا محدش بيستغنى عنه طول الشتاء، يعني بنعمله كم مرة كده في الشتاء. طبعا بيدي طاقة وبيدفي جدا جدا. شايفين شكله حلو ازاي؟ يلا بقى بينا نحضر الوصفة مع بعض. هنا معايا كمية من العدس، غطيتها بالمية. تقدري تعملي ربع كيلو، نص كيلو، المهم تغطي بس وشه بالميه، تغطيه بالميه وتعليه قطيتين تلاتة. كل ما تكتري القوطه تديله طعم وتديله كمان ايه، لون حلو كده محمر وجميل. وجبت بصله قطعتها زي ما انتم شايفين كده، قطع وسط، يعني مش رقيقه قوي. ما بشرتهاش، يعني قطعتها على الكبه. وكمان حطيت شعريه وزيت. تقدروا تحطوا الزبده، في ناس بتحب تعمله بالزبده او بالسمنه، بس انا بعمله بالزيت، ولو في سمنه بلدي ممكن برضو نحط. وهبتدي نقلب البصله مع الشعريه لحد ما يبقى لونها اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها حلو ازاي؟ بس ما نغمقهاش عشان العدس ما يمررش. وهنا العدس كان اتسلق. دي احسن وصفه للعدس بجد، جربوها مش هتندموا. طبعا سبته لما يهدى خالص ورحت ضرباه في الخلاط بعد ما اتسلق مع الطماطم، وصفيته بالمصفى كده عشان قشور الطماطم دي ما تنزلش مع العدس خلاص، زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا اولع عليه تاني عشان احط الشعرية مع البصل. انا طبعا كنت حاطه الشعرية والبصل على ايه، على العين التانية، والعدس كان بيتسلق الناحية على العين التانية يعني. شايفين كده؟ انا كنت زي ما قلت لكم ايه، بصفيه. خلاص كده اتصفى. هنزل بقى بالايه، الشعرية والبصل. انا ولا بحط له توم ولا بحط له جزر ولا بحط له اي حاجه من الحاجات دي. جربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. وهخلي بقى العدس يستوي مع البصل والشعريه، واحط له التوابل بتاعته. وهي توابله عباره عن شطه، ملح، كمون، مش اكتر من كده. ادي الشطه اهي. تقدروا تكتروا الشطه كده ويبقى حراق كده ومشطشط وجميل، وتقدروا ما تحطوهاش خالص. وادي الكمون. وتقليبه بقى كده ونسيبه لما يعني 5 دقايق بالظبط لما الشعريه تستوي معاه. شايفين؟ بس كده وهسيبه. وادي الشكل النهائي ليه. شايفين شكله حلو ازاي؟ يا سلام بقى لما تحط له حته سمنه بلدي على الوش كده، وجنبه البصل بقى. بسم الله ما شاء الله، اكله مفيش بعد كده. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لي اللايك. شايفين شكله؟ وتقلوا ممكن تقدروا تقللوا، يعني تتقلوا عن كده او تخففوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.